موقع ماكنزي عملوا تقرير قوي جدا في يوليو 2024 بيتكلموا فيه على مستقبل التكنولوجيا وايه هي اهم الحاجات اللي هنشوفها في الفتره الجايه. التقرير بيحدد 15 اتجاه تكنولوجي اساسي، بيشرح بالتفاصيل مدى الاهتمام بكل اتجاه على حده ومدى ابتكاره وحجم الاستثمارات فيه، وكمان ايه هي المهارات اللي محتاجينها عشان نستغل الفرص دي. اهم اتنين ترند موجودين هما الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو جينيريتيف اي اي والطاقة المتجددة. الذكاء الاصطناعي التوليدي ده بقى عليه طلب مش طبيعي، الناس بتدور عليه على جوجل بشكل كبير جدا، وده طبعا زود الوظائف والاستثمارات في المجال ده. التكنولوجيا اللي وراه بتتطور بسرعة كبيرة جدا، وده بيخلي الروبوتات اذكى، وطبعا ليه استخدامات كتيرة جدا في كل الصناعات. الطاقة المتجددة كمان عليها استثمارات كبيرة جدا وناس كتيرة مهتمة بيها، وده بسبب زيادة قدرات الطاقة المتجددة في العالم كله وحاجة الدول ان هي تأمن مصادر الطاقة بتاعتها. التقرير بيقسم الاتجاهات دي لخمس مجموعات رئيسية. أول مجموعة اللي هي الاي اي ريفوليوشن، أول واحد فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو بنسميه جينيريتيف اي اي. الذكاء الاصطناعي اللي بيعمل حاجات إبداعية زي كتابة النصوص أو رسم الصور أو حتى تلحين الموسيقى، وده كله بناء على بيانات موجودة أصلا زي شات جي بي تي وجيميناي اللي الناس كلها بتتكلم عنهم دلوقتي. الاستثمار في المجال ده زاد جدا بشكل كبير من 4 مليار دولار إلى 36 مليار دولار، وفرص الشغل فيه زادت بنسبة 111%. الترند اللي بعده الذكاء الاصطناعي التطبيقي اللي هي الابلايد اي اي. ده الذكاء الاصطناعي اللي بيحل مشاكل عملية في الحياة زي التنبؤ بالحاجات أو التعرف على الكلام المكتوب أو الصور أو تحليل المستندات. شركات كتيرة جدا بتستخدمه وفي خدمات جاهزة كتيرة متوفرة زي طبعا اللي بيقدمها مايكروسوفت. الاستثمار في المجال ده زاد من 57 مليار دولار إلى 86 مليار دولار، لكن الوظائف فيه قلت بنسبة 29%. النقطة الثالثة أو الترند الثالث اللي هو الماشين ليرنينج. الاستثمار فيه قل من 37 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، وفرص الشغل فيه قلت بنسبة 36%. وده منطقي لأن الشركات التكنولوجية الكبيرة عملت خدمات جاهزة بتقدم خدمة الماشين ليرنينج، زي مايكروسوفت عملت حاجة اسمها ماشين ليرنينج اجور، وامازون عندها برضو خدمة ماشين ليرنينج اسمها امازون سيج ميكر، وجوجل واي بي ام وشركات تانية كتير. فطبيعي الاستثمار يقل في المجال ده إلا لو في شركة عايزة تعمل خدمة ماشين ليرنينج خاصة بيها. الكاتيجوري الثاني Building the Digital Future. اول ترند فيها نيكست جينيريشن سوفت وير ديفلوبمنت، وهي التولز اللي بتساعد في تطوير البرامج بشكل اسرع واحسن عن طريق الاوتوميشن. يعني بتساعد في كتابه الكود او جزء منه، وبتكتشف الاخطاء وبتعمل اوتوميتد تيست، وده طبعا اسرع بكتير من الطريقه التقليديه بتاعتنا. الاستثمار فيه قل من 54 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، ونسبة الشغل فيه قلت بنسبة 37%. الترند الثاني السايبر سيكيورتي. الاستثمار فيه زاد من 25 مليار دولار إلى 34 مليار دولار، بس الوظائف فيه قلت بنسبة 34%. أنا شايف إن زيادة الاستثمار طبيعي لأنه كل ما زاد التقدم التكنولوجي كل ما زاد الاستثمار في السايبر سيكيورتي. الكاتيجوري الثالث كومبيوت أند كونكتيفيتي. أول ترند فيه هو الأدفانسد كونكتيفيتي، وده بيشمل شبكات الاتصال اللاسلكية اللي بتستهلك طاقة قليلة، وشبكات الجيل الخامس والسادس والواي فاي 6 و7، وطبعا الأقمار الصناعية اللي بتمشي على مدار قريب من الأرض، وأنواع تانية من تقنيات الاتصالات. الاستثمار فيه قل من 37 مليار دولار إلى 29 مليار دولار، وفرص الشغل فيه قلت بنسبة 24%. الترند اللي بعديه Immersive Reality Technologies، وده طبعا بيشمل أول حاجة الفي ار اللي هو الفيرجوال رياليتي، والام ار اللي هو الميكسد رياليتي، والاي ار اللي هو الاوجمانتد رياليتي. الاستثمار فيه زاد من 5 مليار دولار إلى 6 مليار دولار، بس فرص الشغل فيه قلت بنسبة 36%. الترند اللي بعده الكلاود اند ايدج كومبيوتنج، زي طبعا البيج داتا سنترز. الاستثمار فيه زاد من 50 مليار إلى 54 مليار دولار، بس فرص الشغل فيه قلت بنسبة 38%. وده طبيعي لأن التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وحتى كل الخدمات اللي الشركات بتقدمها دلوقتي كل ما زادت كل ما احتاجنا داتا سنتر ضخم. الترند اللي بعده الكوانتم تكنولوجي، دي بتعتمد على مبادئ غريبة شوية من عالم الفيزياء عشان تعمل حسابات معقدة بسرعة أكبر بكتير من أجهزة الكمبيوتر العادية، زي مثلا تطوير أدوية جديدة أو تحليل بيانات ضخمة، أو أجهزة بتستخدم مبادئ الكم لقياس حاجات بدقة عالية جدا زي الجاذبية والمجالات المغناطيسية، أو ممكن تستخدم حاجات لمحاكاة سلوك المواد على المستوى الذري، وده ممكن يساعد على تطوير مواد جديدة بخصائص متطورة. الاستثمار زاد فيه من 0 مليار ل 1 مليار دولار، وفرص الشغل فيه قلت بنسبة 17%. التقنيات دي لسه في بدايتها ولسه في تحديات كتيرة، والناس اللي بتشتغل فيها علماء فيزياء ورياضيات مش مجرد مبرمجين بس. لو نجحت ممكن تعمل ثورة في مجالات كتيرة جدا وتحل مشاكل كانت مستحيل قبل كده تتحل. الكاتيجوري اللي بعديه Cutting Edge Engineering. أول ترند فيها
فيوتشر اوف روبوتكس، وده جزء مهم جدا، انك تطور الروبوت مش بس يشتغل بناء على اوامر برمجيه، لا كمان انه ممكن يطور نفسه ويشتغل لوحده وياخد قرارات لوحده. الاستثمار فيه زاد من 3 مليار الى 6 مليار، بس الوظائف قلت فيه بنسبه 20%. الترند اللي بعده فيوتشر اوف موبيليتي، ده بيغطي التقنيات المتعلقه بالسيارات الكهربائيه واللي بتمشي لوحدها والتنقل الجوي في المدن وتقنيات القيادة الذاتية. الاستثمار فيه قل من 51 مليار دولار إلى 83 مليار دولار، وفرص الشغل فيه قلت بنسبة 5%. النقطة دي بالذات ممكن نتكلم فيها لأنها مختلفة عن الترندز التانية في بعض النقاط، لأن النوع ده من التكنولوجي فيه قوانين وتشريعات بتختلف من بلد للتانية، وده كله بيخلي المستثمرين يفكروا كذا مرة قبل ما يقدروا يستثمروا في أي حاجة منها. الترند اللي بعده فيوتشر اوف بايو انجينيرينج، ده مجال مثير وغريب جدا، ولما قريت عنه لقيت انه بيعمل حاجات غريبة زي تغيير سلالات الغذاء وتحسين جودة المحاصيل وإيجاد بدائل للحوم والمنتجات الحيوانية، وكمان الأعضاء الصناعية المتطورة والعلاج الجيني واللحوم المزروعة في المختبر والأدوية البيولوجية والكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيا. كل عنوان من دول موضوع كبير جدا وفيه تفاصيل كتيرة، وطبعا التكنولوجيا دي بتعتمد على البرمجة والذكاء الاصطناعي بشكل كبير، لكن برضه الأساس فيها العلماء المتخصصين في المجال ده. الاستثمار فيها قل من 97 مليار إلى 62 مليار، وفرص الشغل فيها قلت بنسبة 23%. وبرضه ده له سبب لوحده في خفض الاستثمار، وهو ان تكاليف البحث العلمي والتطوير عالية جدا جدا، وفي مخاطر أخلاقية واجتماعية بتخلي المستثمر يخاف يدخل في الحاجات دي. الترند اللي بعده فيوتشر اوف سبيس تكنولوجيز، وده بيغطي الأقمار الصناعية ومنصات الإطلاق. الاستثمار فيه زاد من 5 مليار إلى 9 مليار دولار، وفرص الشغل فيه قلت بنسبة 9%. الكاتيجوري الخامس والأخير سستينابل وورلد، أول ترند فيه الكتريفيكيشن اند رينيوبل، دي بتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والشبكات الذكية، ودي كلها بتساعد على تقليل تلوث وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. الاستثمار فيها زاد من 116 مليار إلى 187 مليار، بس الوظائف فيها قلت بنسبة 6%. الذكاء الاصطناعي والبرمجيات بيلعبوا دور مهم جدا فيها، والاستثمارات زادت فيها لأن معظم الحكومات بتتبناها. الترند اللي بعده سيركيولار ايكونومي، ده بيشمل إعادة تصميم النظم الاقتصادية عشان تكون أكثر استدامة عن طريق تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة استخدام المواد. ممكن في الأول ما تفهمش إيه علاقة الكلام ده بالتكنولوجيا، لكن في الحقيقة التكنولوجيا هو المفتاح للاقتصاد الدائري، زي إنترنت الأشياء اللي هو الاي او تي والبلوك تشين اللي بيساعدوا في تتبع المنتج، والذكاء طبعا الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات تصنيع متقدمة. الاستثمار فيه قل من 16 مليار إلى 8 مليار دولار، وفرص الشغل فيها قلت بنسبة 5%. احنا كده خلصنا ال 15 ترند اللي شركة ماكنزي قالت عليهم في تقريرها. تعالوا بقى نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تكون ورا انخفاض الوظائف في كل المجالات دي. المتوسط الحسابي للتغير في نسبة التوظيف هو 20.8%، وده معناه ان في انخفاض بنسبة 20.8% في المتوسط في عدد الوظائف المتاحة في المجالات التكنولوجية دي، طبعا من 2022 ل 2023. ايه ممكن تكون الاسباب اللي عملت الانخفاض ده؟ اول حاجة الاوتوميشن والتطور التكنولوجي. طبعا الاوتوميشن والبرامج الذكيه عماله تاخد مكان البشر في شغلانات كتيره جدا، حتى في المجالات اللي بتتطور بسرعه زي الذكاء الاصطناعي، فطبيعي جدا ان عدد الوظائف المتاحه يقل. تاني نقطه التحديات الاقتصاديه، لما الدنيا الاقتصاديه تكون صعبه الشركات بتبقى خايفه تستثمر في مجالات جديده بتحتاج فلوس كتيره في البحث والتطوير، وده بيخليها توظف ناس اقل. تالت نقطه فجوه في المهارات، في شغلانات جديده بتظهر محتاجه مهارات خاصه، وممكن الناس المتاحه في السوق مش عندها المهارات ديت، وده بيخلي الشركات مش لاقيه اللي يشتغل، فبتقلل التوظيف لحد ما تلاقي ناس مؤهله. رابع نقطه تحول في طبيعه العمل، التكنولوجيا بتغير شكل الشغل تماما، في شغلانات بتختفي وشغلانات جديده بتظهر، وده بيخلق فتره تغيير، وطبيعي ان عدد الوظائف يقل في الفتره دي لحد ما الناس تتعلم المهارات الجديده المطلوبه. مهم قوي ان احنا نفهم ان الانخفاض ده مش معناه ان المجالات التكنولوجيه دي في النازل، بالعكس ممكن يكون ده دليل على انها وصلت لمرحله نضج وتطور، وده معناه ان الناس لازم تطور مهاراتها وتتعلم حاجات جديدة عشان تواكب التغييرات اللي بتحصل بسرعة. ماكنزي لخصت التقرير في 3 نقط. أول نقطة تبني التكنولوجيا، الشركات مش بتتبنى التكنولوجيا الجديدة مرة واحدة، الموضوع بياخد وقت وبيمشي على مراحل. الأول بيبدأوا يجربوا ويبتكروا، وبعدين يجربوا التكنولوجيا ديت في شغلهم الفعلي، وفي الآخر خالص بيبقوا معتمدين عليها بشكل كامل. ثاني نقطة التخطيط طويل الأجل، عشان الشركات تستفاد من التكنولوجيا الجديدة صح لازم تعمل خطة طويلة الأجل وتدرب موظفينها على المهارات الجديدة وتفضل تجرب وتتعلم طول الوقت. ثالث نقطة التنوع الصناعي، مش كل الشركات بتمشي بنفس السرعة في تبني التكنولوجيا الجديدة، في صناعات وشركات بتبقى أسرع من
من غيرها، وده طبيعي وبيأثر على سرعة انتشار التكنولوجيا. في آخر التقرير ماكنزي عملت شوية ريكومنديشنز قالتها في شوية نقط. أول نقطة وأهم نقطة فيهم استثمار في المهارات، لازم الشركات تدعم موظفينها وتساعدهم يطوروا مهاراتهم عشان يقدروا يستخدموا التكنولوجيا الجديدة صح. ثاني نقطة التخطيط الاستراتيجي، التخطيط للمستقبل مهم جدا وبيساعد الشركات تستفيد من التكنولوجيا على أكمل وجه. آخر نقطة الابتكار، لازم الشركات تفضل دايما تجرب وتبتكر طول الوقت عشان تقدر تواكب التغيرات السريعة اللي بتحصل في العالم التكنولوجي حاليا.